توم وجيري بن عبد القادر والأهلي، والجزيري مستمر، ويوناني بديل أوجستي. توم وجيري ما بين احمد عبد القادر والنادي الاهلي، لعبه غريبه ما بين الاهلي واحمد عبد القادر في الفتره الحاليه، والاثنين عاملين زي توم وجيري بالظبط. الاهلي طلع خبر من خلاله عشان يجس نبض عبد القادر، وكان الخبر بيقول عبد القادر يطلب فسخ تعاقده مع الاهلي، وده عشان يشوف رد فعل اللاعب بعد ما فشلت كل محاولات التجديد للاعب، ويخرج اعاره او يستمر مع الفريق بعد تصميم عبد القادر على انه يستكمل الموسم الحالي من غير ما يجدد او ياخد استغناء، وده اللي رفضه الاهلي. عبد القادر كان ذكي ورد على الخبر اللي اتسرب من جوه الاهلي، وبانه ما طلبش فسخ تعاقده خالص، وهو دلوقتي لاعب في الاهلي وملتزم بعقده وبيستعد مع الفريق، وانه ما خدش الخطوه دي خالص. وده كان رد صادم لعبد القادر على الخبر اللي انتشر، وفي نفس الوقت الرد ده حط الاهلي تحت ضغط كبير قدام عبد القادر وقدام الجمهور، لان اللاعب عنده شرط واحد، وهو الحصول على راتب سنوي وصل ل 50 مليون جنيه، وده اللي رفضه الاهلي. وطبعا كل ده عشان خاطر عارف ان الزمالك قاعد مستنيه، والاهلي عايزه يستمر باي طريقه عشان ما يروحش نادي الزمالك. سيف الجزيري مستمر مع الزمالك. استقر المدير الفني البلجيكي فيريرا على استمرار التونسي سيف الدين الجزيري مع الفريق الابيض في الموسم الجديد، بعد عدم القدره على التعاقد مع مهاجم افضل منه في الفتره الحاليه لدعم الفريق في الموسم الجديد. وجهه نظر مدير الفني نادي الزمالك ان الموسم طويل ومضغوط، ويمتلك حاليا ناصر منسي بجانب الوافد الجديد عمرو ناصر، ولازم يكون معاهم مهاجم ثالث يكون عنده خبرات، وعشان كده فضل استمرار الجزيري في الفتره القادمه. وفي حاله التوصل لاتفاق لضم مهاجم في يناير هيتم رحيل الجزيري. اليوناني يقود سلة الأهلي. الأهلي تعاقد مع المدرب اليوناني ليونس جافرييل عشان يتولى تدريب الفريق الأول رجال لكرة السلة بعد رحيل المدرب الأسباني أوجوستي بوش. الأهلي كان اتأخر جدا في التعاقد مع المدير الفني الجديد، وده بسبب الراتب الشهري، بعد ما الأهلي قرر إنه يتعاقد مع مدرب صاحب اسم كويس لكن بمرتب أقل من اللي كان بياخده أوجوستي. انطلاقة قوية لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر. شهد اليوم الثاني لدورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر انطلاقة قوية للبعثة المصرية بتحقيق 16 ميدالية متنوعة في السباحة والمصارعة والريشة الطايرة والملاكمة والكونغ فو، وبكده أصبح رصيد مصر في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس يرتفع حتى الآن بعد يومين بس ل 19 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية. كل التوفيق للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس في اليوم الثاني. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنونا في الجديد. ما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: هل تؤيد قرار الأهلي في استمرار أحمد عبد القادر في الموسم القادم رغم مفاوضاته مع الزمالك؟